بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والكومنت الايجابي اللي هيساعدنا في تقديم افضل، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. النهارده جايين نتكلم عن اسباب تدهور الكوره في مصر وفي الدوري المصري. عندنا أسوأ منظومة في مصر هو اتحاد الكرة ورابطة الأندية، هي أسوأ منظومتين في مصر. ازاي اللائحة ماسكها عامر حسين، وازاي جدول المسابقات ماسكه عامر حسين؟ ازاي عامر حسين ماسك كذا منصب في اتحاد الكرة والرابطة؟ ما ينفعش اصلا في اي دولة من دول العالم حد غير في مصر يمسك اكتر من جدول. اسباب كتيرة هي اللي خلت مصر تبقى ورا. هكلمكم بقى دقيقة للإبداع وللإمتاع. هنتكلم عن اليورو والدوري. بره اتحدد دوري انجليزي هيبدأ يوم 16 اغسطس، هينتهي 25 مايو. احنا لحد الان مش عارفين هنخلص امتى. احنا لحد الان مش عارفين هنخلص امتى. الزمالك مش عايز يلعب القمة، والدوري المصري في حالة ذهول، كله يفتي ويفتي ويفتي ويفتي. وكمان بره خلص دوري سعودي، خلص انجليزي، ايطالي، لبناني، كويتي، وناس ماشيه تتريق علينا وايه اسمه متاهات الدوري المصري. احنا عايشين في متاهات الدوري المصري. عندنا منظومه سيئه جدا جدا، هي منظومه الدوري المصري وعامل الحسين برايحه. مفيش فريق عمره الاهلي او الزمالك، مثلا الاهلي جايب له، لو انت بيقول لك لازم أن تخلص دور اول، الاهلي المفروض يلاعب فاركو داخليه، زمالك يلعب تاني فاركو داخليه. طب ازاي يعني فريق يلعب فاركو داخليه، زمالك فاركو داخليه؟ ده انت بتديله الدوري يعني على الطبطاب ولا ايه؟ مش فاهم. عندك ماتش بيراميدز العبه الاول، عندك ماتش مؤجل من الدور ال 12، الجوله ال 12 ولا 13 و14 و15 و16 و17، ما لعبتهمش ليه؟ هسيبهم لك لغايه امتى انا؟ انت ليه بتجيب له الماتشات السهله وتلعبها له؟ لا، خلي في تكافؤ فرص عشان يبقى فيه. والزمالك لازم أن يلعب الماتش. انا مش متفق خالص مع رئيس نادي الزمالك حسين لبيب ولا حتى المجلس. انا زملكاوي بس مش متفق على الاطلاق. الزمالك لازم أن يلعب القمه، عافيه ذوق لازم أن يلعب. هتخصم، انت هتريح الاهلي هتديله راحه، وانت هتخسر 3 نقط، وفي التالي في الاخر خالص في اخر الدوري هيتخصم منك 3 نقط، وهيبقى عليك غرامه ماليه. ليه يعني؟ ده ماتش قمه في الاخر. احتمال انت على فكره انت معلكش ضغط زي الاهلي. الاهلي عليه ضغط، لو خسر نقطه خسر دوري. انت معلكش ضغط، هتخش تلعب مفيش ضغط على الاطلاق. لكن الاهلي عليه ضغط. الاهلي عليه ضغط، لو خسر نقطه خسر الدوري. ده انا بقول لك عليه، الاهلي لو خسر نقطه في سباق الدوري هيخسر. امبارح المقاولين كسبان بيراميدز الدقيقه 60 1-0، الدقيقه 67 3-1 لبيراميدز. بيراميدز السنه دي مش هيسيب الدوري. بيراميدز السنه دي مش هيسيب الدوري. لو ايه حصل، انت يا زمالك لازم تروح تلعب الماتش قدام الاهلي وتثبت انك احسن وتلعب وممكن تكسب. انت عندك لعيبتك مرتاحه ومفيش ضغط عليها، لكن الاهلي عليه ضغط. الاهلي مطالب انه يفوز، لكن انت مش مطالب انك تفوز. الاهلي عليه ضغط اكتر منك. لازم تلعب، لازم تلعب. مش هقولها تاني، لازم تلعب. وسيبنا بقى، سيبنا من الناس اللي بتطلع تقعد تعمل ترندات دي، ملناش دعوه بيها. انت عايز تعمل ترند ليه يا حسين لبيب؟ العب الماتش وريح دماغك. العب الماتش، انت هتريح ليه؟ الاهلي انت هتريحه اسبوع، وهتخليه كمان ياخد 3 نقط من غير اي حاجه. طب ليه ما تلعب الماتش؟ وكمان هيبقى احسن لك. العب الماتش بالله عليكم، تلعبوا الماتش. لازما تلعبوا الماتش، لازما تلعبوا الماتش. الزمالك لازما يلعب الماتش، ما ينفعش على الاطلاق. لازما نلعب الماتش. منظومه سيئه في اتحاد الكوره، منظومه سيئه جدا جدا. لازما الاتحاد الكوره يتغير بالكامل. لازم اتحاد الكوره يتغير بالكامل. ولازما الزمالك يلعب المباراة أمام الأهلي، لأنك هتريح الأهلي وهتديله 3 نقط، وفي آخر الدوري هيتلغي منك 3 نقط، ويبقى عليك غرامة مالية في آخر الدوري.
لازم نلعب، ما تريحش الاهلي، لازم نلعب. كمان عندنا اتحاد الكوره ورابطه الانديه لازم يتغيروا بالكامل. لازم هنا بريده هو اللي يمسك، سيبك بقى من الكلام الاونطاجي ده كله. جمال علام والناس دي ما تنفعش خالص خالص في ده. عندنا ولا احمد دياب والناس مش عارفه تعمل لائحه، ناس خاربه الدوري على الاطلاق، ناس مبوظه الدوري المصري عندنا. خلاص، ده كلامي وكان ملخصي. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واللايك والكومنت الايجابي، هيساعدنا في تقديم الافضل. وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كل معنا نصيرا. شير عشان كلامنا يوصل لاتحاد الكوره. اخر الكلام، سلام.